اهلا في كوره يونايتد. انا محمد ناجي وده تاسع موسم فانتزي ليا. نصايح الاسبوع 21 اللي قلتها في الفيديوهين اللي فاتوا كلها جابت نتيجه هايله معايا واكيد مع الناس اللي هم سمعوا النصيحه دي وحسنت كل السهم اخضر اخضر اخضر. اسبوع هايل بالنسبه لي، يا رب ليكم انتوا كمان. حسن ترتيب العالمي، خلاه 180809 وعلى مصر 11305. الدوري البيرسونال اللي انا بنافس فيه بقيت فيه الاول ولسه فاضل بقية الماتشات ما اتلعبتش. 45 نقطة شكرا لبالمر كان الكابتن بتاعي. 20 نقطة ريتشاردسون جاب جون وخد نقطة بونص، وبورو عمل اسيست وخد بونص ورفع كورنرات كتير جدا الماتش ده، وجوستو عمل كلين شيت خد انذار، وبيرن كمان عمل اسيست. فاضل لي لعيبة مختلفة، تافارنير وجواو بيدرو اللي اشتريته في صفقة الاسبوع ده، وفاضل لي ساكا واريولا. يعني الاسبوع ده كنت اشتريت جواو بيدرو واشتريت ريتشارلسون مكان سون. نصيحتي اللي فاضلة علشان تحافظ على ترتيبك او تحسنه كمان في النص اللي فاضل من الدوري، وزي ما قلت لك الفيديو اللي فات، ان انت لازم تفكر بشكل غير اللي كنت بتفكر فيه في النص الاولاني من الموسم تماما. بتفكر بشكل استراتيجي، بتبص الخطوات كتير قدام بصبر اكتر، لان هيحصل كالتالي في الاسابيع الجاية. في الاسبوع 25 في دبل جيم ويك كونفيرمد خلاص. برينتفورد هيلاعب ليفربول ومانشستر سيتي، ومانشستر سيتي هيلاعب تشيلسي وبرينتفورد. فدي طبعا بتخطط له من دلوقتي. اللي ما عندوش هالاند هيحتاج يرجعه كيفن دي بروين. طبعا كل الناس بتجري تشتريه دلوقتي، بس انا مش شايف ان انت برضو تستعجل على كيفن دي بروين. هو بنفس ذات نفسه قال ان هو لسه مش جاهز علشان يلعب ماتش كله، ان هو يقدر بس يعمل اضافة لما ينزل من البنش. فغالبا هيفضل ممكن اسبوع كمان هيلعب وقت قليل، فانت ممكن تصبر عليه. لو انت لسه بتصلح في الفريق بتاعك، ممكن انت مش محتاج تستعجل على دي بروين، مش محتاج تجيبه مثلا بماينس. كمان في حاجة كمان بالنسبة لمانشستر سيتي، هما في الاسبوع اللي جاي اللي هو الاسبوع 22 الديدلاين بتاعه يوم 30. مانشستر سيتي هيلاعب بيرنلي، قبليه ب5 ايام هيلاعب يوم 26 جان هيلعب قصاد توتنهام. الماتش ده هيبين لنا اكتر هالاند هيبقى متاح ولا لا في الاسبوع 22 قبل الاسبوع 22 ب4 ايام، وهيبين لنا شكل الفريق بتاع مانشستر سيتي لحد الاسبوع 25 هيبقى عامل ازاي، وهيبين لنا كمان دي بروين هيبتدي يوم 26 ولا مش هيبتدي ولا مش هيلعب خالص، فهيدينا مؤشر عن حالته. بعد كده في الاسبوع 25 احنا قلنا اسبوع 25 دبل جيم ويك. الاسبوع 26 في بلانك جيم ويك اكيد لسه ما اتحطش هنا، لان لسه مش كونفيرمد، انما هيبقى يعني مش كونفيرمد انهي ماتش اللي هيبقى بلانك، انما في بلانك هنا. هيبقى في بلانك بين تشيلسي وتوتنهام. تشيلسي بتلعب توتنهام في الاسبوع 26، ده هيبقى بلانك. تشيلسي هتتأهل في الاف اي كاب، وهيبقى الماتش ده بلانك مع توتنهام. في بقى ماتش بتاع ليفربول ولوتون تاون، يا اما ده هيتأجل يا اما مانشستر يونايتد وفولهام. ليفربول ولوتون تاون هيتأجل لو ليفربول كسب السكند ليج قصاد فولهام. هو كسب الفيرست ليج 2-1، السكند ليج لو كسب هيبقى كده هيتأجل ماتش ليفربول ولوتون تاون. لو فولهام قدر يكسب ليفربول يبقى فولهام هو اللي هيبقى بلانك، وهيبقى بلانك في الماتش بتاعه مع مانشستر يونايتد. فكده في الاسبوع 25 في دبل جيم ويك، في الاسبوع 26 بلانك جيم ويك صغير، وفي الاسبوع 29 في اكبر بلانك جيم ويك في الاسبوع كله. لحد دلوقتي من الاسبوع 29 من 10 ماتشات، خلي بالك مفيش غير ماتش واحد فقط هو اللي كونفيرمد هيتلعب في الاسبوع ده. بقية الاسبوع كله يعتبر بلانك لحد ما تتأكد السكند ليج والماتشات بتاعة الاف اي كاب مين اللي هيتأهل. الماتش الكونفيرمد الوحيد هو وولفرهامبتون وبورنموث، لان وولفرهامبتون خسر 3-2. تمام، فالماتش الوحيد اللي هيتلعب خلاص هو وولفرهامبتون وبورنموث. بقية الماتشات الاسبوع 29 لحد اللحظة اللي احنا فيها
يعتبر كلها بلانك لحد ما يكونفيرم انهي فيهم اللي هيلعب. غالبا اللي هيتلعب في الاسبوع 29 ده 3-4 ماتشات مش اكتر من كده، وهيتأجل 6 ماتشات، فهيبقى بلانك جيم ويك كبير جدا. اصبر على الفري هيت وخلي صبرك طويل، ما تستخدموش في ال26، ما تستخدموش في ال25. حاول توفق ظروف فريقك، الا اذا طبعا عندك اصابات او غيابات كتير واضطريت تعمله، دي قصة تانية. انما طول ما انت مش مضطر تعمله، وفر الفري هيت لحد اكبر بلانك جيم ويك في السيزون هو بتاع الاسبوع 29. بعد كده في الاسبوع 34 دبل جيم ويك كبير جدا جدا جدا، وفي الاسبوع 37 دبل جيم ويك كبير جدا جدا. كل ده للماتشات اللي هي هتترسكادجوال بسبب الكاس. ولسه في معانا الماتش بتاع لوتون وبورنموث ده متأجل من بدري، لسه ما تحددلوش ميعاد برضو. فده هيخليني مثلا لو انت فريقك الاستراكتشر بتاعته زي فريقي اللي لسه ما مشاش صلاح، ما يمشيهوش، انا مش همشيه. شو لكذا سبب. احنا شفنا ان منتخب مصر تعادل اول ماتش 1-1، بكرة هيلاعب غانا بالليل. يعني ما نتمناش كده طبعا، لكن كل شيء وارد في الكورة. لو منتخب خسر فطبعا بنسبة كبيرة خرج من المجموعة، صلاح هيرجع يكمل. وحتى لو مرجعش والفريق اتأهل وكمل لحد الماتش النهائي، صلاح يقدر يرجع في الاسبوع 25 على الدبل جيم ويك. هيلاعب ماتش منهم هيبقى قصاد برينتفورد. فانت هيبقى لو مشيت صلاح دلوقتي وما عندكش هالاند مشيته ومشيت سون، هتيجي على الاسبوع 25 هتبقى عايز بقى ترجع سون وعايز ترجع صلاح وعايز تجيب لعيبة مانشستر سيتي عشان الدبل جيم ويك. مش هتلحق تعمل كل الكلام ده في الاسبوع 25. فانا اوبشن من الاوبشنز اللي انا بقولها لك، ممكن تسيب صلاح معاك على الدكة لو هتقدر ان انت تمشي فريقك من غيره، ولو معاك هالاند مثلا. حاجة كمان تعمل حسابها لغير الدبل جيم ويك، ودي برضو محتاجة تركيز، لان هي اصعب من ان انت توجد فريق الدبل جيم ويك، ان انت تقف لود اللعيبة اللي مش هيلعبوا في بلانك جيم ويك. انا عندي 3 لعيبة من توتنهام مش هيلعبوا في الاسبوع 25 لو مشيت يعني فرضيات الكاس. فال3 لعيبة دول مع اي اصابات ممكن تحصل، فانت هتحتاج دلوقتي واحد زي يحتاج ان هو يبتدي اوفلود اللعيبه بتوع توتنهام. في حالتي انا ممكن ابتدي اوفلود ودوجي ابتدي بيه، ويتفضل لي 2. قلنا كمان لعيبه زي تشيلسي ممكن يبقى عندهم بلانك جيم ويك في الاسبوع 26، لعيبه تشيلسي، لعيبه توتنهام، ولعيبه كمان ليفربول، وممكن معاهم يا فولهام ومانشستر يونايتد يا اما لوتون تاون لو ليفربول هو اللي هيبقى بلانك. ففي الحالة مثلا لو ليفربول هو اللي اتأهل، هيبقى عندي انا 3 لعيبة، و2 من تشيلسي 5 لعيبة، وصلاح 6 لعيبة مش هيلعبوا في الاسبوع 26. وضع خطر لازم اخد بالي منه. بعد كده كل اللعيبة دي مش هتبقى موجودة في الاسبوع 29 اصلا، هيتلعب فيه 3-4 ماتشات بس وهيتأجل الباقي كله. فكل ده لازم اخده في حسابي وابقى عامل له حساب من دلوقتي. الاسابيع البلانك للعيبة زي ليفربول لازم تبص تشوف مين هيبقى الكابتن بتاعك في البلانك جيم ويك عشان تعمل حسابه للترانسفير، ويبقى عندك ميجا ستار في الفريق تقدر تعتمد عليه. يعني بيزد على الفاكتورز دي او المعلومات والحقائق دي بتاعة التأجيلات، محتاج ان انت تبص لقدام واصبر على كروتك واستخدم الترانسفيرز بتاعتك كويس جدا. تقدر تسيف كمان الترانسفير كل اسبوع لحد ما توصل ل25، يعني تسيف معاك دايما 1 ترانسفير، ما تستعجلش، هتحتاجهم. حاجة كمان انك تستنى كل المعلومات المتاحة لحد الديدلاين، بالذات في اخبار الاصابات عشان ما تخسرش ترانسفير. دي بس كانت نصايح سريعة بفكر فيها في قبل الاسبوع 22 ما يجي، لان هو دلوقتي وقت الترانسفير بتاعه شغال والديدلاين بتاعه لسه ما جاش. ففي ناس ممكن تكون ابتدت بتتصرف في فريق، عشان كده انا بقول النصيحة دي بدري. بس مع برضو الالتزام بالنصايح اللي انا قلتها بتاع الاسبوعين الفيديوهين اللي فاتوا بتاع الاسبوع ده، وبخصوص ان انت تفكر دايما تفكير لقدام واستراتيجي، وما تبقاش مستعجل وتبص على النقط الاسبوع الجاي على طول كأنك لسه في اول الموسم. لا، اللي هيحسن ترتيبه في الموسم في اللي فاضل في الموسم وتقدر حتى تنافس في الدوري البيرسونال بتاعك لو انت حتى بعيد في النقط،
هو ان انت تعمل حساب كل الحاجات اللي انا بقولك عليها، هي دي اللي هتنقذ الموسم بتاعك. ولو ما عملتهاش وانت حتى ترتيبك كويس دلوقتي، ممكن كل اللي انت عملته ده يروح هدر واللعيبه اللي وراك يسبقوك. الناس اللي بتتابعني على تيك توك، في ناس كتير بتتابعني على تيك توك ويبعتوا لي رسائل وبيسالوا اسئله في كومنتات، يا ريت يجوا هنا على القناه يعملوا لايك وسبسكرايب، هنا المنصه الاساسيه بتاعتي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. شكرا.